السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك شفت حد في الشارع وافتكرت ان الشخص ده تعرفه، ولما قربت اكتشفت ان مش هو الشخص ده؟ الغريب ان ده بيحصل مع ناس كتيرة جدا، بس ليه؟ اهلا بيكم، انا عبد الرحمن، والنهاردة هنتكلم عن ليه بنشوف اشخاص شبه حد نعرفها. حط لايك واشترك للفيديو وتعالى نشوف الموضوع ده سوا. المخ عنده قدرة سريعة جدا على التعرف على الوجه، لدرجة ان العلماء بيقولوا ان المخ بيميز الوش في اقل من نص ثانية. الميزة دي اتطورت علشان نفهم نفسنا ونفهم مين اللي حوالينا بسرعة، بس المخ بيحب الاختصار. يعني بدل ما يحلل كل التفاصيل الوش الشخص اللي قدامك، بيركز على العلامات الأساسية، مثلا الشكل، العين، الأنف، وحتى طريقة المشي. ولو لقى أي تشابه ولو حتى بنسبة بسيطة، على طول بيربط بعضهم. وده اللي العلماء بيسموه فيس بروسيسنج شورت كات، يعني باختصار معالجة الوجه. عقلك بيختصر الطريق علشان يوفر مجهود، بس النتيجة إنه يخدعك وتفتكر إن ده الشخص اللي تعرفه. الموضوع كمان بيزيد لما يكون الشخص اللي بتفتكره مؤثر في حياتك، حد بتحبه، حد وحشك، حد كنت بتفكر فيه، او حتى حد ليه معاك موقف قديم. المخ بيحتفظ بملامحه كويس جدا، ولما يشوف اي شبه بسيط بيترجمه ليك فورا، وساعتها بتقول يا ده شبه واحد صاحبي قوي. لكن العلم بيقول ان كل انسان على الكوكب ليه شبيه او شبيهين تقريبا، والظاهره دي اسمها دوبلجينر افكت، لان في ملامح مشتركه منتشره بين ملايين البشر. ممكن تقابل حد شبهك بنسبه 60 او 70% من غير ما تعرفه. وكمان في ظاهره تانية اسمها بارادوليا، وده لما مخك يشوف انماط شبه الوجوه في اي حاجه، زي انك تشوف شكل في السحاب او وش على عربيه او حتى في الحيطه. ده يخلي عندك استعداد تشوف شبه الناس اسرع. فلو قابلت شبيه حد، اعتبرها مجرد نتيجه طبيعيه لتشابه الملامح بين ملايين البشر. بس كده خلصنا، سلام.